وصفة مشروب الرشاد للنفاس من سناب مريم الأنصاري. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. عن مشروب الرشاد شيء مرة مهم للوالد، تعلمت الطريقة من يوم ما كنت عايشة في أمريكا ولدت لحالي. كنت تعرفون كان ذيك الفترة الفيز كانت جدا صعبة إنها تطلع، فولدت لحالي للأسف. فتعلمت كل شيء وأنا والد. تخيلوا إني كنت أقوم وأنا والد في جسوم أسوي لي أكلات الوالد، يعني الرشاد، الفطور، الأشياء. يا حليلي والله إني كنت كيوت، يعني ما أدري شلون. ما شاء الله كنت مرة قوية، يعني تحملت هذه الفترة لحالي. عموما الحين بسويها لأختي قبل لا أطلع المستشفى. عبارة عن بيض. روحي. نعم أيوة I know. متحمسين احنا هنا بالبيت، كلنا متحمسين. المهم عبارة عن 3 بيضات، 3 ليمون أسود. قلت لكم عبارة عن 3 بيضات، 3 ليمون أسود، وكركم وزنجبيل وفلفل أسود، وتقريبا 3 فناجين سكر. راح أحط شوي وبعدين أزيد إذا أحتاج، وفنجانين من الرشاد. والحين حطيت البيض كذا بس. راح أضيف بعدها البهارات اللي هو الزنجبيل، فلفل أسود، كركم. بعدين راح نضيف الموية، وبعدين راح أضيف الرشاد والسكر، ونخليهم على نار هادية. حطينا البهارات كلها، كركم، الزنجبيل، الفلفل الأسود اللي حجنا. الحين راح نضيف الموية. Give me the water please. طبعا نضيف موية حارة، وبعدين نضيف الرشاد والسكر. آخر شيء الليمون الأسود، بس أنا أضيفه آخر شيء عشان أنا ما أحب ينفتح الصراحة. أوكي، قول بسم الله. كذا ضفنا السمن والسكر، وآخر شيء زي ما قلت لكم أحط الليمون الأسود، لأن أنا صراحة أخاف إنه ينفقع، ما أحب طعمه بس أحبه يعطي طعم كذا، عرفتوا؟ ما شاء الله الريحة مرة مفيدة ترى. أكيد يعني الرشاد شيء مرة مفيد للجسم، اقروا عنه.